ومن هنا بقى جت خطوة جامعة MSA. بتقول ماما نوال إن اللي يتخرج من الجامعة دي النهاردة يقدر يدير ويطور ويخترع ويفتح مشاريع. عشان كده الجامعة قايمة على المشاريع والعملي، بحيث إن الطالب يتعلم يشتغل بإيده ويتعلم يطور تفكيره، مش مجرد شوية مناهج حشو عشان شوية درجات، بحيث إنك أول لما تتخرج تبقى جاهز على الشغل. وطبعا ما نسيتش الأنشطة علشان تساعد في بنى شخصية الطلبة. عشان كده هنلاقي MUN وإناكتس ومؤسسة لبلدنا الخيرية. الحاجات دي بتخلي الطلاب يندمجوا مع بعض أكتر ويفهموا نفسهم أسرع، بتعلمهم الانتماء للشغل وإنهم يحبوا الخير لغيرهم. يعني من الآخر بتخليهم يعيشوا على أرض الواقع ويفهموا الحياة أسرع. وعلى فكرة، ناس كتير ما تعرفش إن وجيه الدجوي زوج ماما نوال يبقى شريكها في النجاحات دي كلها. ده غير إنه اتعلم المعمار مخصوص علشان يشرف على بنى المدارس والجامعة. كان كل همه إنه يساعد مراته تحقق أحلامها وإنها تبقى شخصية ناجحة، لا كان عايز شهرة ولا صيت. وبعد سنين طويلة من التعب هنلاقي ماما نوال خرجت شخصيات عظيمة في كل المجالات، سفراء ووزراء وممثلين ومهندسين ودكاترة وإعلاميين. ومش بس المصريين، ده كمان الشخصيات المهمة من كل الدول العربية كانوا بيجيبوا ولادهم يتعلموا عند ماما نوال.